دايما في صراع ان انا زميلي في الشغل هياخد مكان، ده هياخد سالري اكتر مني. طب تعالى نربط ده بقى بحتة التسليم اللي احنا لسه متكلمين عليها، بان انا الرزق ده بتاعي، رحت الشغل ده او رحت غيره او صارعت مع حد، انا مش هاخد غير الخطوات اللي ربنا كاتبها لي، مش همشي من هنا غير لما ربنا يكون كاتب لي مكان تاني احسن ليا. علاقاتنا، ما هو الدين اخلاق، ما احنا اخلاقنا مع بعض. مش في ناس تقولك ايه، لا الشغل ما فيهوش مشاعر. ايه رايك في الكلمه؟ ده اساس الدين اصلا، الدين المعامله، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ده هو ده اصلا الدين. ما هو ده اللي الناس مش قادره تدرك جوهر الدين، ان اساسه المعامله. هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو غني عن عبادته. هو ربنا سبحانه وتعالى الصلاه والصيام حلو، بس الاساس بتاعه ايه؟ الاساس ايه؟ المعامله. البشر اللي بيؤذوا بعض، البشر اللي بيضلوا بعض، البشر اللي بيبهدلوا في بعض، كل المشكلات والازمات والصراعات والحروب اللي احنا بنعملها، وعدوك ابن كارك، دي اول كلمه بتتقال. ولو جيتي بصيتي في اخلاق البيع والتجاره في الاسلام، هتلاقي اخلاق قد انت بتعمل حاجه.